السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى جايه لكم فيديو مختلف تماما، لاني جايبه لكم فيه اصلا اساسيات الميك اب اللي اي بنت ممكن تستخدمها، او لو انت عروسه وبتجهزي فالفيديو ده هيكون مفيد ليكي جدا، لاني جايبه لك الاساسيات فقط، مش الحاجات الكتير اللي بتاعت اليومين دول. لا، انا جايبه لك الحاجات اللي انت فعلا هتكوني محتاجاها. لو انت حتى بتحطي الميك اب في البيت بس زي حالاتي مثلا، هيفيدك جدا. لو انت بتحطي حاجه خفيفه مثلا وانتي خارجه، انا ساعات لو في مناسبه او في حاجه او حابه اهتم بنفسي شويه، فبدلع نفسي واحط شويه ميك اب خفيف جدا وانا خارجه. فالحاجات دي هتفيدك جدا، ولازم تكون عند اي بنت او اي عروسه لسه بتجهز. فلو انتي عروسه اسمعي الفيديو للاخر، هيفيدك جدا جدا جدا. ولو انتي بنوته وبتحبي تهتمي بنفسك فكملي الفيديو للاخر، وما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في قناتي. يلا بينا نبدا الفيديو. طيب يا بنات، احنا اول حاجه هنبدا بيها طبعا هيبقى البرايمر. البرايمر اساسي يكون عندك اي نوع، طبعا مش لازم نوع معين. ده النوع اللي انا بستخدمه، وفي انواع تانية كتير طبعا موجوده. انا كان عندي كذا نوع طبعا وخلصوا، فجبت النوع ده. وطبعا اسعاره متفاوته. لو انتوا عايزين نعمل بقى استخدام كل حاجه وطريقه الاستخدام والاسعار، باذن الله في فيديو تاني منفصل. اول حاجه هتكون المفروض من الاساسيات هيكون البرايمر. ده شكله. تاني حاجة بقى هيكون كريم الأساس. طبعا معلش العلب مبهدلة، لأن الحاجات دي فيها من ساعة جوازي، مش في حاجات فيها مش جديدة. الأنواع اللي انت بقى عايزاها كذا نوع، في أنواع كتيرة جدا من كريمات الأساس. هتجيبي طبعا الدرجة بتاعتك وهتستخدميها بقى بعد يعني البرايمر قبل كريم الأساس، تمام. وبعد كده عندنا البودر، اي نوع بودر انت بتحبيه. طبعا الحاجات زي ما قلت لكم انا مستخدماها وهلكاها، لاني عندي من بدري يعني. دي باودر من ان حلوه جدا جدا، وبجد جميله. لو انتوا عايزين تجيبوا النوع ده او اي نوع تاني برضو، مش لازم نوع معين من اللي انا بوريهولكم، يعني انا بوريكم بس الاساسيات. بعد كده بقى هوريكم الكونسيلر. بصوا، طبعا الكونسيلر دلوقتي بقى اساسي، لان بيخفي الهالات السوداء. فالكونسيلر ده من الاساسيات دلوقتي، كل البنات بقت بتحط حتى الكونسيلر فيه. شفت ناس كتيره جدا بتحط الكونسيلر بدون ميك اب كمان، عشان تداري الهالات السوداء. فالكونسيلر من الاساسيات. ممكن تجيبي طبعا النوع ده، في انواع كتيره تانية. في بقى البالت دي مثلا، ممكن تجيبي البالت دي بتكون فيها الكونتور والكونسيلر مع بعض، كذا نوع. ممكن تستخدمي الحاجات دي في حاجات كتيره جدا. في حاجات والله يا جماعه انا مش عارفه استخداماتها اصلا، وفي طبعا حاجات اللي هو الكونتور والكونسيلر وكده. ممكن تجيبي البالت دي، وممكن طبعا تجيبي كونتور وكونسيلر انواع مختلفه باشكال مختلفه زي الكونسيلر ده مثلا. او ممكن تجيبي بقى انت كونسيلر تاني، اي نوع انت بتفضليه واي نوع انت بتحبيه يعني عندك، فهتجيبيه يعني. تمام كده تمام. ممكن بقى ندخل على البلاشر. برضو هتجيبي البالت دي، او في البلاشر بقى اللي هو العادي، اللي هي الباليتات الصغيره، او التنت. دلوقتي في تنت بانواع مختلفه جدا. يعني انا بفضل فيه كمان من البلاشر ده انواع اللي هي بيكون فيها الهايلايتر، يعني انت بتجيبي وهو فيه لمعه بسيطه. بصوا، دي الوانها كذا لون وحلوين جدا، كلهم الوان كويسه جدا. وده اهو زي ما بقول لكم، في اللي هو في اللمعه ده، مش عارفه باين في الكاميرا ولا لا. في منه بقى باليتات صغيره، يعني اللون ده بس في منه واحد لوحده كده، ممكن يكون باسعار حلوه يعني. وممكن تجيبي البالت على بعضيها توفر معاكي، لان فيها كذا لون. وهوريكم الفيديوهات الجايه باليتات تانية كتير هتستفادوا منها جدا برضه. طيب بعد كده لازم يكون عندك مصحح الحواجب، اي نوع برضو انت بتفضليه. في ناس بتفضل القلم، في ناس بتفضل الباودر، في ناس بتفضل الفلوماستر، في ناس بتفضل الجل. طبعا انا ما بحبش الفلوماستر خالص، النوع اللي هو الفلوماستر القلم، ما بحبش ارسم بيه حواجبي نهائي. الباليتات دي انا بفضلها بيبقى جاي معاها فرشه. انا بفضل الحاجات دي. في منها اللي هي الاربعه فوق بعض، وفي منها اللي هو النوع ده. في منها بقى كذا نوع، بس انا بحب ده جدا. ممكن تحطي بقى البودر لوحده، ممكن تحطي شويه جل على البودر عشان يعني يدي شكل احسن، اللي انت عايزاه. وفي طبعا الثلاث الوان، فبرضه بيوفر عليكي كتير، البالت بتبقى احسن يعني.
بعد كده بقى هيكون عندك المسكرة، اي نوع برضو مسكرة انت بتفضليه. انا بحب عموما المسكرة بتاع ام ان وبتاع ايسنس، بس انا دايما بستخدم اللي هي ام ان. انا طبعا كان عندي كذا نوع برضو، ايسنس وام ان. لو عايزين اوريكم برضو، بصوا الفرشة بتاعتها. ولما تيجي تجيبي مسكرة تحاولي تجيبيها اللي هي البلاستيك مش الفحم، لان البلاستيك مش بتهبب زي الفحم. لما بتحطي الفحم لو اي حاجه في عينك بتلاقيها هببت العين كلها، وبيبقى حوالين العين اسود، وبيبقى الشكل مش لطيف خالص. ده اللي هو من ام ان. وكان عندي اللي هي من ايسنس، اللي انتي بتفضليه طبعا النوع اللي انتي عايزاه. طبعا بقى الهايلايتر، معلش اللون اللي في النص خلصان اساسا. الهايلايتر بقى ممكن تجيبي اي نوع، ممكن تجيبي اللي هو النوع ده، بيكون فيه 3 الوان. ممكن تجيبي برضو الانواع اللي هي اصلا لوحدها، مش بيكون نوع يعني نوع لوحده كده. بصوا دول ال3 الوان اهو. ممكن برضو تجيبي بقى اي نوع انت بتفضليه من الهايلايتر. زي ما اوريكم البلاشر، في نوع منه بيلمع يعني كده، وفي انواع تانية برضو ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هوريها لكم. انا حبيت اوريكم البالت دي عشان لو اي حد عايز يجيبها يبقى البالت دي برضو اوفر يعني. ندخل بقى في الروج. بصوا بقى الروجات ممكن بقى تجيبي اي انواع. بصوا في من الارواش دي اللي هو السايل. انا لما جيت اتجوز يا جماعه كنت جايبه الحاجات دي بالباليتات، يعني كنت جايبه من الروج ده باليت بكل الوانه. ممكن تجيبي طبعا النوع اللي هو السايل ده. النوع ده ثابت 24 ساعه حرفيا، يعني ممكن افضل امسح فيه ما بيتمسحش نهائي. ممكن طبعا تجيبي برضو الانواع دي، يعني تشكلي مش لازم نوع واحد. ممكن تجيبي الانواع دي حلوه جدا برضو. دوت اللي هو الكوري، مش عارفه خلصان تقريبا. ابني كان نص وانا خلصت الباقي. حلو جدا، ممكن تجيبوا برضو النوع ده. طيب في انواع تانية روجات في بصي ممكن تجيبي الباليتات دي. انا ما استخدمش الباليت دي من ساعه ما جبتها اصلا، بس هي الباليت دي برضو حلوه، الوانها كتير. وزي ما قلت لكم انا في باليت اصلا عايزه اعمل لكم عنها ريفيو. الباليت دي هتغنيكي عن كل اللي انا قلت عليه ده، يعني هتغنيكي عن باليتات كتير انا قلتها لك دلوقتي، من ضمنهم ان هي فيها روج وفيها حاجات كتيره جدا. دي باليت روج برضو الوانها جميله. بصوا واللون بيظهر على طول يعني. بصوا شايفين بجد برضو حلوه. لو انتوا عايزين برضو تجيبي يعني كذا روج ويبقى عندك انواع كتيره ومش عايزه تكلفي نفسك، ممكن تجيبي الباليت دي فيها كل الالوان، بس طبعا مش ثابت زي ده. يعني الارواج اللي انا وريتها لكم ده اكتر نوع ثابت فيها. طبعا لازم يكون عندك البيوتي بلندر علشان توزعي الكلام اللي انا قلته ده كله، توزعيه بالبيوتي بلندر. طيب انا كنت جايبه اصلا البرطمان ده كان فيه 4 أو 5 بيوتي بلندر مع بعض، يعني كنت جايبه البرطمان هو فيه 5 بيوتي بلندر مع بعض، كان حلو جدا وبجد. طيب يا جماعه معلش الفيديو فصل. طبعا زي ما قلت لكم انا كنت جايبه البرطمان على بعض كان فيه 5 أو 6 بيوتي بلندر مع بعض، او حوالي هو 5 تقريبا او 4. و بتجيبي بقى اهم حاجه البيوتي بلندر دي عشان توزعي بيها بقى كل حاجه. يعني انت هتحتاجيها توزعي بيها الفونديشن، وهتوزعي بيها الكونتور والكونسيلر، كل حاجه يعني هتلاقيها داخله في اي حاجه. طيب بالنسبه للكحل ممكن تجيبي بقى الاسود، وممكن تجيبي الوان. انا كنت جايبه باكيت على بعضه الوان، في كل بقى الالوان اللي انت ممكن تستخدميها اساسا. يعني بصوا فيها كل الالوان اللي انت ممكن تستخدميها. دي من فولمارا، بجد الوانها حلوه جدا، كل الالوان بتاعتها جميله. وعلى فكره انا بستخدم كل الوانها، بجد الالوان بتاعتها حلوه جدا، وكنت عامله ريفيو عنها في القناه لو انتوا برضو عايزين الفيديو بتاعها. طيب لو انت بقى مش بتفضلي ان انت تشتري البالت على الباكيت على بعضه، وبتفضلي ان انت تشتري واحد بواحد، يعني ممكن بقى في ناس بتفضل اللون الاخضر، في ناس بتحب الذهبي، في ناس بتحب اللون الازرق، وفي ناس بتحب الموف ده جدا على حسب ما انت عايزه، وفي ناس بتحب الاسود بس ما بتحبش اصلا الالوان. فجيبي بقى اللي انت بتفضليه اكتر. طبعا يا جماعه الايلاينر، هو الايلاينر من الاساسيات، بس انا كشخصيا يعني كمان ما بعرفش استخدم الايلاينر اساسا. ده كان قلم عندي ايلاينر. بصوا انا ما بعرفش احطه ولا بعرف استخدمه، فان شاء الله الفتره الجايه اتعلم واعرف احطه باذن الله، واجيب لكم قلم بقى كويس يعني عندها. بس انتي برضو لو عايزه وبتحبي الايلاينر يبقى الايلاينر برضو من الاساسيات.
تمام. نيجي بقى للفرش. بصوا برضو الفرش برضو زي ما تفضلي اللي انت عايزاه، والاحسن ان انت تجيبي الفرش اللي هي المجموعات على بعضيها، يعني تجيبي مجموعه مثلا على بعضها اللي هي فيكس او اي نوع يعني انت بتفضليه، او تجيبي فرداني برضو زي ما انت عايزه. انا جايبه دي فرداني، بس ده مجموعه على بعضيها اللي انت عايزاه بتجيبيه. طبعا الفرش برضو مهمه جدا 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 في الاساسيات يعني. والمانيكير طبعا، المونوكير طبعا من الاساسيات، على حسب بقى الانواع اللي انت هتجيبيها. دوت لون، انا عندي الوان تانية بس انا قلت اوريكم يعني على السريع. وما تنسيش طبعا الاسيتون، علشان لو بتصلي فمش هينفع ان انت تحطي المونوكير وما تمسحوش، يعني هتحطيه في وقت المناسبه او في الوقت اللي انت عايزه تحطي فيه، وهتمسحيه طبعا. وطبعا البرفانات. وبكده يكون دي الاساسيات اللي المفروض تكون عند اي بنت، او تكون لو انت عروسه وبتجهزي. طبعا انت مش هتجيبي، لو انت عروسه وبتجهزي مش هتجيبي نوع واحد برفان، هتجيبي كذا نوع لو انت عايزه برضو. لو انتوا يا جماعه الفيديو عجبكم ان شاء الله ووصلت لحد هنا، ما تنسوش تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب، وتعرفوني لو انتوا عايزين فيديوهات تانية اوضح لكم فيها الحاجات دي واستخداماتها، او يعني البرفانات. لو انت عروسه عايزه كذا برفن ممكن اوريكي البرفانات المفضله، او البرفانات اللي انت ممكن تجيبيها، سواء بقى اللي هي فرنج بسيط او اللي هي غاليه. وان شاء الله الفيديو اللي جاي او اللي بعده هوريكم الباليت اللي هتوفر عليكي حاجات كتيره قوي من الحاجات اللي انا بوريها لك دي. وهتلاقيها في الباليت اللي انا هوريها لك، ومش هتلاقي برضو سعرها عالي قوي، وفي نفس الوقت مجمعه حاجات كتيره جدا من اللي هي قدامك دي. هتكون في باليت واحده مع الحاجات اللي انا اقول لك مثلا الباليت فيها ايه، وانت تجيبي الحاجات الباقيه. اشوفكم في فيديو تاني. استنوني في فيديوهات تانية كتير. باي باي.